مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناة أخبار العالم والرياضة، حيث نتابع معكم أبرز المستجدات من قلب سوق الانتقال الأوروبية. وفي جديد أخبار ريال مدريد، فجرت إذاعة كادينا سير الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن إدارة النادي الملكي وضعت النجم الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي، كأولوية قصوى لتعزيز خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ووفقا لما أعلنه الصحفي الموثوق أنتون مينان، فإن ريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو يعتبر أن رودري هو الخيار المثالي والوحيد المتاح حاليا في السوق، القادر على تلبية متطلبات المشروع الرياضي الجديد للفريق. ويبدو أن اهتمام النادي الملكي برودري ليس عشوائيا، فاللاعب يمتلك خبرة كبيرة في مركز الارتكاز، ويعد أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم حاليا، بفضل قدراته التكتيكية العالية، وتمركزه المثالي، وقدرته على بناء الهجمات من الخلف بثقة وهدوء. ولكن طموحات ريال مدريد تصطدم بحاجز كبير، فاللاعب الإسباني لا يزال مرتبطا بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2027، ممن يمنح إدارة السيتي اليد العليا في ملف التفاوض. وتشير التقديرات إلى أن السيتيزنز لن يتخلوا عن خدمات نجمهم الأساسي بأقل من 100 مليون يورو، إن لم يكن أكثر، خاصة وأن رودري يعتبر قطعة أساسية في خطط بيب جوارديولا. وفي المقابل، لا توجد حتى الآن أي إشارات من داخل أسوار مانشستر سيتي توحي بأن النادي منفتح على بيع اللاعب، ممن يجعل الصفقة معقدة للغاية من الناحية التفاوضية والمالية. ومع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر، فإن كل الأنظار تبقى موجهة نحو مدريد. هل يتحرك النادي الملكي بعرض رسمي؟ وهل سيقبل السيتي الدخول في مفاوضات؟ أم أن الصفقة ستظل مجرد حلم صعب المنال في الوقت الحالي؟ يبقى الأكيد أن تشابي ألونسو لا يرى في السوق الحالية لاعبا يضاهي رودري من حيث الجودة والتأثير التكتيكي، ما يجعل التعاقد معه، إن حدث، صفقة استراتيجية من الطراز الأول. إذا أعجبكم هذا التقرير، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من عالم الرياضة والانتقال.